أمي أول كلمة نطقناها وأحلى كلمة رددناها. لكن اسمحوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم أن أقدم كلمات شكر وعرفان إلى أمي. كلمات عرفان إلى أمي التي أدين لها بالفضل بعد الله تبارك وتعالى. فمهما قلت ومهما عملت فلن أوفيك أجرك يا أمي. لن أنسى صدرك الحنون، ولن أنسى سهر الليالي وتعب الأيام. لن أنسى حين كنا نجتمع على مائدة الطعام وتقدمين وتؤثرين على نفسك بما لذ وطاب. حتى بعد أن كبرنا كنت تضعين اللقيمات في أفواهنا. كم أتعبتك أماه حين كنت أتأخر في السهر فينام أهل البيت وتبقين أنت ساهرة في الانتظار. كنت تخافين علينا من البحر يوم أن كنا نسكن قريبا منه. أذكر مرة أنك ضربتيني ضربة مبرحا لأني اقتربت من البحر وخضت في شواطئه. كنت صغيرا لم أعرف السبب. لما كبرت عرفت. لقد كان خوفك علي هو الدافع. لن أنسى أني حين كبرت وسافرت للدراسة أنك أنت كنت التي تجمعين من هنا وهناك مصاريف دراستي حتى لا أحتاج إلى أحد في غربتي. يا الله، كم كنت أتعب حين أرجع في الإجازات ويأتي وقت العودة للسفر. كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني. كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي مودعة لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني. كم كنت أبكي حين أسمع هذا الكلام. عدت من السفر وكبرت أنت يا أمي وضعفت، ولقد أعطيتيني وإخوتي أحلى سنين العمر. كم دافعتي من أجلنا، كم ضحيتي في سبيلنا. لقد تحملت همومنا وسعيت في حاجاتنا حتى بعد أن أصبحنا كبارا. بالأمس كنت أسمى خالد، واليوم يقال لي الشيخ فلان. وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك. وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك، والفضل لله ثم لك أماه فيما أنا فيه اليوم. فجزاك الله عني خير الجزاء. فيا صاحبة الثغر الباسم ويا صاحبة العطاء والقلب الرحيم، إليك أيتها الجوهرة الغالية، إليك يا صاحبة النبع الصافي، للتي مسحت دمعتي وغسلت حضرتي، للتي أطعمتني وسقتني بيدها، لمن جعلت صدرها مسكنا لي وعينها حارسة لي. أهدي إليك هذا اللقاء وأقول جزاك الله عني خير الجزاء. اللهم احفظ أمي بحفظك، أطل عمرها واحسن عملها واختم بالصالحات أعمالها. أماه، لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي. أماه، لو كان أمري بيدي لرفعتك لعنان السماء. والله لن يوفيك حقك إلا الله، والله لن يوفيك حقك إلا الله جل في علاه.